يا مساء الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا من اخر فيديو نزلته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اولا كده قبل ما نبدأ في الفيديو، صلوا على النبي في الكومنتات عشان كل اللي يقرأ الكومنت بتاعك تاخدي حسنات. ثانيا حط لايك للفيديو علشان الفيديو يترفع معايا. ثالثا وده الاهم، لو مش مشتركة في القناة اتمنى تشرفيني باشتراكك وتفعلي زر الجرس. فيديو النهاردة مختلف، هو انا معاكم فعلا يعني هشارك معاكم روتين اليوم. بس هفضفض معاكم كده شوية لان نفسيتي يعني مش احسن حاجة الفترة دي والفترة اللي فاتت، فحابة ان انا افضفض معاكم شوية. وتنصحوني بقى في التعليقات بخصوص الوضع اللي انا فيه، او يعني تكتبوا لي كومنت حلو كده يفرحني. اولا كده انا مش عارفة ابدأ منين والله، بس يعني استحملوني لو انا متلخبطة في الكلام، لان انا بجد يعني الموضوع اللي انا مريت بيه مش سهل يعني. بصوا، هو انا مريت بتجربة، يعني والله العظيم اقسم بالله ما اتمناها لاعدائي يعني. الحمد لله. انا اتعمل لي عمل من اقرب واحدة ليا، يعني بجد اقسم بالله خدت الصدمة. مش مصدقة بجد ان هي ممكن تعمل لي حاجة زي كده. بصوا، آه يعني شوفي انتي ما تكوني واثقة في حد وكنت معتبراه يعني قريب منك قوي، وفي الاخر يكون هو الحد ده اللي اذاكي. واللي مزعلني اكتر ان هي ما كانش باين عليها خالص يعني في اي تعامل ما بيننا، وكانت مبينه لي دايما ان هي حبالي الخير وحابه مصلحتي. فانا يعني اتصدمت. هو انا برضو بعمل الفيديو دوت لحاجة، ان انا عارفة ان هي متابعاني وان هي بتشوف كل فيديوهاتي، لانها هي يا جماعة عندها حب استطلاع جامد قوي يعني في حياتي. بتحب تعرف انا بعمل ايه، او يومي بيمشي ازاي حرفيا. فانا بعمل الفيديو ده علشان اعرفها اني انا اكتشفت اللي هي عملته، وان انا عرفت هو انا مش بعاد خلاص يعني. انا بس بقولك انا والله ما زعلانه منك قد ما انا زعلانه يعني. للدرجه دي انت وصلتي للمرحله اللي انت وصلت لها عايزيني. فانا لا هدعي ولا هحاسبن، لان يعني كفايه قوي كفايه قوي غضب ربنا عليكي. انت عملتيه ده مش سهل يعني، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من اتى بعراف او دجال اكفر بما انزل على محمد. فما بالك بقى انتي ضريتي حد في صحته وفي حياته وفي ولاده، في بيته، في عيشته، في حياته كلها بحاجة زي يعني انتي كفرتي بربنا. عايزة اكتر من كده؟ فمفيش داعي ان انا اقعد احاسبن او ادعي. هو بس الموضوع ان انا مستغربة ان ازاي الواحد يعني يخلي ربنا يغضب منه او يغضب عليه بسبب كده. دوت بيبقى نقص على فكرة. انتي ما تكوني حاطه عينك في حياة حد او على حد معين، دوت نقص يعني. بجد والله العظيم يا جماعة الدنيا مش مستاهلة، والله بجد مش مستاهلة ان نعمل في نفسنا كده يعني. الناس ده الواحد لو يقعد وتفكري اللي بيحصل في اللي حوالينا، الموت الفجأة، فوجع الأقدار. مش بيجيلك يوم ان انتي مثلا لما تقابلي ربنا هتقابليه بحاجة زي عايز اقول لكم انا التجربة اللي مريت بيها بالله العظيم، يعني التجربة مش قادرة اقول لكم يعني. انا اصلا والله انا يعني دلوقتي حاليا انا تعبانة مش قادرة اتكلم، بس خلاص بقى لما فاض بيا فحبيت ان هي تعرف ان انا عرفت، وان أنا الحمد لله يعني تقريبا كده والحمد لله فكيت يعني. فادعولي بالله عليكم، تدعولي ان ربنا يفكها عليا كده وارجع طبيعية كده وزي الاول، وربنا يبعد عني اي حاجة وحشة. اولا الموضوع ده اثر اكتر حاجة فيا طبعا، علشان هو اصلا العمل دوت معمول للضرر ليا انا، تمام. وكان معمول من فترة من زمان.
آه، وابتدى يأثر على أولادي وعلى البيت عامة والولاد. انا هو مأثرش اكتر، يعني اكتر حد الا انا، يعني فاهمني. فابتديت ان انا اثر على الولاد، بقى عصبية على طول، مش طايقة نفسي، مش حابة البيت ولا المكان اللي انا فيه. ابتدت، بصوا الاعراض دي تظهر من زمان، من فترة جامدة، ان انا ابتدي ان انا اشوف كوابيس. هو انا بقول لكم تجربتي علشان لا قدر الله لا قدر الله لو حد اتحط في موقف زي ده يعرف التجربة اللي هو فيها او الموقف اللي هو فيه ايه. تمام. ابتدى الموضوع معايا ان انا اشوف كوابيس وحشة. عايزة اقول لكم يعني مش عارفة اوصفها، اقسم بالله ما عارفة اوصفها بكلام. كوابيس وحشة بدرجة رهيبة، ما كنتش بنام مؤخرا. ده الموضوع كان من زمان يعني، كان معمول. فانا لسه مكتشفة من حوالي 3 شهور بالظبط. طبعا انا لسه دلوقتي يعني الموضوع لسه برضو فيه تأثير، بس مش زي الاول الحمد لله، يعني انا فكيت على الاول كتير. فما عرفت مؤخرا بقى بدل الكوابيس دي ما كنت بشوفها وانا نايمة، بقيت بقى وانا صاحية كده عادي. عايزة اقول لكم حالة من الرعب، انا ما كانش بيجيني نوم حرفيا، ما كنتش بعرف انام، بعرف اكل. كان بأثر معايا. ابتدوا الولاد ولادي يشوفوا نفس اللي ابتدى الموضوع يأثر. يعني انا كان بالنسبه لي انا ما كنتش خايفه الموضوع، خلاص انا اعتدت عليه. فانا ما كنتش خايفه في الموضوع اكتر اللي على ولادي، يعني خلاص انا بيا الحال كده الولاد هيوصلوا لكده. فابقى من الرعب معايا وخلاص بقى ان انا وصلت لحاله من اليأس ان انا هفضل كده على طول، مفيش حاجه هتتغير، مفيش حاجه تنفعني او حاجه هتحوشني من اللي انا فيه. والله العظيم بجد، يعني انا ابتديت حالة من اليأس كده والرعب ان انا خلاص مهما اعمل حاول، خلاص انا زي ما انا مش هتحرك، مفيش حاجة هتتغير مهما حاول. ويمكن دهوت اللي كانوا عاوزين يوصلوني ليه. عايزه اقول لكم انا مش حابه ان انا اتكلم في تفاصيل اكتر من كده عشان خاطر يعني محدش يخاف، لان بصوا التفاصيل والله العظيم بجد مرعبة. يعني لدرجة قاعدة كده مش عارفة. بصوا خلاصة الكلام بوصل لها، انا عرفت وانا مش هدعي، مع ان جوزي هو الحمد لله اصلا يعني من كرم ربنا عليا بني وصبر عليا كتير جدا والله العظيم. يعني واحد غير الموضوع دوت او في الحالة اللي انا كنت فيها بقالي فترة جامدة كان يتخلى عني، بس من كرم ربنا عليا عشان انا والله العظيم ما بتمنى الشر لحد وعلى طول بتمنى الخير او غريب. من كرم ربنا عليا ان جوزي معايا وفي ظهري فالحمد لله نوعا ما ابتديت ان انا طبعا مامي عارفة بالموضوع، كلمت مامتي على طول من اول ما حصل معايا الموضوع الصراحة، بس هي كانت على طول تقولي لا ما تحطش في دماغك وما تفكريش علشان خاطر كتر التفكير هيتعبك ومش عارف ايه، وحاولي قراءة القرآن والصلاة وانتظمي فيها وانت ان شاء الله تبقى حلوة. ده من الاول ما ابتديت ان انا اشوف كوابيس والحاجات دي. ابتديت بقى اما زي ما قلت لكم الموضوع اتطور معايا ان انا بقيت بقى مادام بشوف الكوابيس دي وانا نايمه بشوفها وانا صاحيه، وابتدت حاجات تحصل يعني. بصوا حاجات والله العظيم ما كلام. شفت الحاجات اللي احنا بنسمعها في افلام الرعب والحاجات دي، بجد عمري ما كنت متخيله ان انا اعيش حاجه زي كده، آه، او اشوفها بعيني، امر بتجربة زي دي. اولا ما كانش حد مصدقني ان انا بشوف حاجة زي كده. ماما مش مصدقاني، اخواتي ما كانوش مصدقيني. بس الحمد لله لما اتكلمت، هو انا اول حاجة اول ما اتكلمت اول ما ابتديت ان انا افتح الموضوع كان مع ماما وايه واخواتي. ما كلمتش جوزي بقى إلا لما خلاص ما خلاص بقى طاقتي نفذت وما كنتش قادرة ان انا اكمل. الحمد لله جوزي خد الموضوع ببساطة وقال لي نشوف شيخ بيعالج بالقرآن ونروح له مش عارف ايه. رحنا للشيخ وقال لي مرشوش في البيت وكده، واداني حاجات ان انا اعملها، وان انا امشي على ورد معين اقراه واعمل حاجات معينة لحد الحمد لله لما خفيت.
انا عايزاكم يعني يعني تقول لها حاجة كده في الكومنتات، ان هي مثلا مش عارفة والله ان ربنا يهديها، او تدعوا لها. يعني انا عمري ما هحاسبن عليها ولا عمري هدي على، لان انا بجد كنت بحبها جدا، فمش هقدر ان انا احاسبن عليها او ادعي عليها. غير كده انا جوزي قال لي ان احنا نقرا عدية ياسين وكده، وهو عارف يعني، بس قال لي احنا هنقرا على اللي عمل. بس انا والله العظيم قلبي ما طوعنيش ومرضتش ان انا اعمل حاجة زي كده. انا قلت انا هصون العيش والملح اللي كان بينا، مع انك انت ما صنتهوش. يعني انا بوجه لك الكلام اهو، انت ما صنتهوش، بس انا هعمل باصلي، مش هعمل حاجه زي كده، وهسيبك لعقاب ربنا اللي اكبر. كفايه عليكي قوي عقاب ربنا في الحاجه اللي انت عملتيها دي. وبجد والله العظيم انا بدعيلك ان ربنا يهديكي وتفوقي من اللي انت فيه، وتتوبي لربنا لعل وعسى يقبل توبتك، بدل ما يعني ما تقابليه وانتي على معصية زي دي، لان دي يعني كفر بربنا. فانا زي ما قلتلك في اول الفيديو، انا مش زعلانة منك على قد ما انا زعلانة عليكي. والله العظيم بجد يا جماعة هي صعبانة عليا، لان قد ايه الدنيا مش مستاهلة، وقد ايه الدنيا صغيرة جدا. يعني خلاص الواحد مش هياخد منها حاجة، واحد هيطلع منها كده مش هياخد منها غير سيرته وعمله. فاعملي لاخرتك بالله، ادعولي دعوة حلوة، ربنا يفك الكرب اللي انا فيه دوت، ويهديها يهديها كده لطاعة ربنا، و اللهم صل على سيدنا محمد، والتوب من اللي هي بتعمله. بس كده الفيديو خلص، واتمنى ما اكونش تقلت عليكم. انا عارفه ان الفيديو طول، بس سامحوني عشان والله فعلا متضايقه. اتمنى حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه، واكتبوا لي وادعوا لي دعوة حلوة كده من قلبكم يا رب بظهر الغيب، وان ربنا يفرج همي يا رب قريب. الحمد لله بعد ما الاكل خلص بقى، قلت ان انا اكل كان سخن جدا المحشي، فقلت ان انا هحطه في صينية كبيرة كده عشان يبرد بسرعة، وحمرت الفرخة كده على السريع وحطيته. معلش سامحوني على الصوت لان انا تعبانة فصوتي مرهق شوية.